السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو باكمل الصحه وعافيه يا رب. اليوم جيتكم الجواز اللي هو شطحه بطاطا بالزيتون. احنا البنات في منطقتنا نقولوا لها نسموه الجواز، وانتم قولوا لي كيفاش تسموه في المنطقه تاعكم ولا في ولايتكم حبيباتي. هذا العشاء ولا هذا الطريقة اللي حضرتها، يعني كل وحدة كيفاش وكل وحدة كيفها الطريقة تاعها. انا جربت عطيت لكم تجربتي وعطيت لكم كيفاش نحضروه في جهتنا. احنا حبيباتي جبت الطنجرة تاعي، حطيت فيها مراسم تاع اللحم ولا دجاج ولا اي حاجة كانت عندك اختيارية، ماشي شرط يكون اللحم. تقدري تخدمي حتى البليبول تاع البولي ولا تاع صدر الدجاج، ولا كل واحد والمقدور تاعها، ماشي شرط من داك وين يكون ما كاش ولا الوجد ما يكونش كاين. الحمد لله يا ربي نديروها غير وحدها، زيتون وبطاطا وزروديه، وكما راكم تشوفوا يعني اللحم ولا هذاك على حسب المقدور. كمل معكم البنات، حطيت في الطنجره المراس نتاع اللحم، وحطيت عليها رشه تاع الملح، رشه تاع فلفل اسود، رشه تاع راس الحانوت، وحطيت عليها زوج رقات تاع الرند والزيت والملح، وقليتهم مليح، خليتهم يتقلاو وداو حقهم في التقليه لمده واحد ربع ساعه. انا كنت سخنت الماء، حطيت عليهم ريتله وربع تاع الماء. البنات هنا الماء يكون سخون، وايضا على حساب الكميه الماء البنات ما ديروش برك، معناتها على حسب ما تكون الكميه وافراد العائله اللي راكم راح نطيبوا لهم. هنا حبيباتي بعد ما فاتت نص ساعه عليه، حطيت الزيتون اللي كنت غليته بقرصه تاع السكر، ودرت معاه فتاة أو قصدي واحد شوية تاع بطاطا برك باش يروح له الملح. بعد ما طاب والطاب مليح وتجمر، درت له هذاك الراس تاع فلفل حار، وزينته هنا بشويه تاع المعدنوس والقارص. وهنا التقديم ولا الطريقه تبقى اختياريه حبيباتي. شاركت معكم طبق تاعنا لنهار اليوم، وكل وحده تشاركنا بطريقتها ولا تحكي لنا على طريقتها. شهيتكم في الجنه حباباتي. نقول لكم نتلاقى في ساعات خير ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد فضلا وليس امرا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.